هلا حبايبي، شلونكم؟ اليوم سويت لكم تشريب دجاج بالطماطة، طبعا كلش طيب. يعني فتشي سووه جربوه سووا عشتيدج. طبعا هذا الدجاجة كاملة مشتريتها جايبتها جاهزة، وغسلتها غسل زين بس بالملح والماء، وقصقصتها. شو شلون قصقصتها صغار حتى ما تاخذ جدر مكان. وهاي الطماطة هيك مقطعتهن، انا اريدها هيك بالتشريب ما دجاج، مقطعة طماطة ما اريدها معصورة. وهنا معجون طماطة فد ملعقتين مال أكل أخليه. وهنا 5 رؤوس بصل أخليه صحاح ما قطعه، يعني شكله حلو وطعمه طيب يصير أطيب ما أعرف ليش. وهنا حمص نقعته أخذته بالفريز ولسه طلعته يعني جاهز. وهنا البهارات ما أخلي بس فلفل أسود وكركم فقط، ما أخلي أي بهارات بعد إضافية. وهنا الماجي 2 أخليه. وهنا البصرة هي طبعا تعطي نكهة بالتشريب. هسه شو نسوي؟ نروح نكمل هين الاشياءات على النار. اول ما نبلش نخلي طبعا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أنا نخلي شويه دهن، يعني عفوا زيت، انا استعمل زيت شويه يحمى، اخلي وياه فوق رأسه مباشرة. اخلي الدجاج حتى احمسه ويا الزيت، وطبعا البصل ويا الدجاج ينحمس حتى اي زفرة شي، ولو هي ما بيها زفرة دجاجة، بس يعني ان كان بيها زفرة تروح ويا البصل. فانا اخليه شوية ذب مية الدجاج حتى اخلص المي من الدجاج. يعني ما يد اي مي ما دجاج موجود بالتشريب، يعني قصدي داخل الأصالات مثل ما يسموها، داخل الدجاج أيضا كلها تنزل حتى نخلص من عندها. طبعا من حين لحين أقلبها حتى تصير بها شوية تحميرة بسيطة، اسم تحميرة. طبعا لا تنسوا باللايك والاشتراك. طبعا أنا حبيت أنشر لكم هاي الأكلة، يعني أنا أحبها بصراحة وأشوفها كلش طيبة، وهسه الوقت مالتها يعني الجو ببرودة شويونة. ولو أني مريضة بس قلت ما أعوفكم نهائيا، أظل أنشر لكم الأشياء اللي أنا اللي أحبها واللي أشوفها أنتم تقدرون تسووها بالبيت والعائلة تحبها، إن شاء الله تعجبكم. طبعا أخلي خليت كركم تقريبا هاي خاشوقة مال كوب، تقريبا تصير خاشوقة مال كوب كركم فقط، ما تخلين أكثر، على نفس الكمية أنا مسويتها. وفلفل أسود تقريبا نص خاشوقة مال كوب، وتقللون براحتكم بعد، لين ما تخلي أكثر كثرها يعني الفلفل الأسود. بعد كل واحد حسب رغبته، انتوا تكثروا براحتكم، بس أنا هاي المقادير أسويها فتسووها مثل ما أنا أسويها براحتكم. كلش طيبة وبهاراتها ممتازة، يعني تمام، ما يراد لها بعد تتبيلة زايدة. طبعا هاي البهارات ضروري تخلوها بالحمص. البهارات دائما ما تخلوها بالحمص تعطي نكهة وطعم طيب، حتى الريحة فتشي سندا أسويه. طبعا الريحة كلش طيبة مال البهارات ويا الدجاج والبصل، يعني فالريحة ما أعرف شلون أوصف لكم إياها بصراحة. حد من أخلص هسه شوية هاي نحمسهن شوية. أبلش أخلي المواد الباقية هسه شوفوني شلون أسويها. طبعا هاي الأكلة شجعكم تسووها، قسم يسووها تشريب الدجاج يسووا على المعجون فقط أو عصير الطماطم. طبعا هاي البصرة بالمناسبة أسوي لها ثقوب 2 من صفحتين حتى السوب مال الدجاج، تشريب مال الدجاج أو السوب قصدي يدخل بالمنفذ مالتها ويتلمونه على السوب مال الدجاج. طبعا هاي هسه هنا الحمص هم أخليه ويا الدجاج والبصل والبهارات. طبعا هسه بلش اخليه ملعقتين تقريبا مال اكل معجون طماطة، وانتم اذا تريدون لون اكثر بعد براحتكم، بس هو اللون كلش، يعني هاي المقادير مالتي اللون كلش كافي اتوقع. يعني بالنسبه لي تشوفون اللون بالاخير، يعني انت امشوا على الوصف مالتي مسويته اني تلقون اكل رهيب وطيب وسبع عافيات. بس لا تنسوا اللايك والاشتراك. هسه تشوفون انا اقلب، انا احب المعجون شويه ياخذ لجعه بالجدر حتى الطعم طعم الاكل يصير طيب. دائما كل ما تحمسوا زايد المعجون يصير الاكل طيب.
هالأثناء أني محضرة، قلت لكم أني ثارمة الطماطة. أني هي أصلا هي تشريب الدجاج هو الطماطة لازم تكون هالشكل. يعني ما أفضل إنه تسووه بالخلاط وتعصروها، لا ما أفضل. يعني هي أصلا دجاج ويا الطماطة، يعني يضيف الطعم نكهة. هاي إلا إذا كانوا ما يحبون الطماطة هيك، يعني مثل ما سويتها أني ممكن تعصروها بالخلاط عادي، يعني براحتكم طبعا. بس أهم شي الطماطة موجودة هيك، يعني هيك أطيب. ما أعرف ليش أشوفها أطيب من بالخلاط تسووها. طبعا كل شوية أقلب، بس نقلبها على كيفكم، حتى لا يمرد الدجاج أو البصل، يعني حريتها كلها صحاح. يعني أول شي شكل، ثاني شي طعم، يعطي نكهة أطيب. مو من الصبيها تطلع ممرودة أكيد، لا ما طيبة، وشكلها ما يشهي ذاك الوقت. كل ما يصير الأكل شكله حلو، كل ما يشجع واحد ياكل. صحيح شايتي لو لا؟ لغيت هواي، يمكن أنا حكيت هواي أعتقد، بس أنا يعني أعطيكم كأفكار يعني. طبعا مرتو عندكم إياها سووها هاي الأكلة كلش طيبة وسبع عافية إذا سويتوها، وإذا ما سويتوها هم سبع عافية عادي، ليش خطية يعني. فهسه شوفوا أنا أقلبها على كيفي. ليش أنا سدة حتى قولي يايا الطماطة ذب المي مالتها ويا الدجاج ويا البصرة ويا البصل، يعطي طعم ونكهة فتشي طيبة. شوفي يعني أنا مش شنو، أنا مود الطماطة تنمرد شوية، يعني احنا ما نريدها تبقى على سمكها، فاحنا نريدها شوية نحمسها شوية ويا المحتويات اللي شفتوها، الدجاج والبصل. شوفوا أنا على كيفي أقلب بها حتى اللي ما أمرد أي شي بيها. قلت لكم العين اللي تشبع وتاكل بالنظر، هاي خذوها قاعدة. فقسم يخلون طبعا بالمناسبة قسم يخلون بوتيتا وياها، بس أنا ما أحط بوتيتا، حسب الرغبة أنتم براحتكم. قسم يخلون بوتيتا كيفهم بعد، كل واحد حسب ذوقه. أنا بالنسبة لي يعني هيك أسويها. طبعا سأنتظر بس شوية طماطة تدب روحها مثل ما يقولون، حتى أكمل أضيف لها المي حتى يكمل يستوي. طبعا ما تاخذ من وقتكم هواي، ليش؟ لأنه كله مستوي تقريبا، كله مستوي، بس راد للمي حتى تاخذ المونة واحد على الآخر، يشرب واحد على الآخر. هسه ضفت لها المي، شوفوا ضفت المي. أنا أفضل المي شوفوا شوية يغطي المستوى مال الدجاج. شوفوا شلون أنا أفضل إنه يكون بعد راد المي، لأن أريده شوية يغطيه. شوفوا يغطيه حتى المواد كلها تكون متغطاية حتى تستوي تماما. وهالأثناء أخلي الماجي، ليش؟ لأنه الأكل مستوي تقريبا، بس مجرد ضفت له المي حتى تصير بيها أول شي مال صق ما تشرب، يعني فنحن ما نريده ناشف، نريده ما تشرب. وأول شي وكلها تختلط المواد. هسه خلصتها أني. شوفوا هسه شو يصير، شوفوا هاي شلونها تجنن، والريحة ما أوصف لكم إياها. وشوفوا كله كامل، ما عندي شي مرد، لا البصل ولا الدجاج أبد. يعني ليش؟ لأنه من أقلبها على كيفي بشوش وياها، بشويش على كيفي حتى ما أمردها. وشوفوها وقولوا لي عاش ايدك وأكلوها وندعولي بالشفاء. ولا تنسوا باللايك والاشتراك، وأي شيء تحبون أسويه لكم أنا مستعدة، ودائما أي شيء أسويه أحب تشاركوني بالشيء اللي أسويه. دائما أذكركم، حتى لو كنت مريضة أسوي لكم إياه، لأن أحبكم كلكم. وهاي النتيجة النهائية، شوفوا شلون تخبل، الريحة تجنن. ها وياها بصل أخضر طبعا وطرشي، وفجر إذا تريدوا تحبون، هم يصير تجنن. وسلامكم العافية، مع ألف سلامة. تنسوا باللايك والاشتراك.